قرنبيط من غير بيض. شوفوا بقى القرمشه بتاعته عامله ازاي ومستوي كمان من جوه. يلا نقول بسم الله ما شاء الله ونبدأ في الطريقه. هنا معايا قرنبيطه متوسطه، بعد ما قطعت الظهر بتاعها وغسلته غسله كويسه جدا تحت الميه، في ميه بتغلي معايا على النار بالشكل ده. وكل اللي هضيفه ليها ملح، وهنضيف كمان كمون وكزبره ناشفه. انا بضيف كزبره ناشفه من عندي بتدي طعم حلو، اللي مش حابب يستكفى بالكمون والملح بس. وابدأ احط الزهر بتاعي بالشكل ده في المية اللي بتغلي، واسيبه لحد لما يتسلق معايا. عشان نعمل القرنبيط من غير بيض هنحتاج كوباية من الدقيق وعليها نص كوباية من النشا، وهناخد بقى معلقة صغيرة من كل من كركم، بابريكا، بصل بودر، توم بودر، وكزبرة ناشفة، وكمون. ممكن تضيفوا شطة حسب الرغبة. هاخد معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح، وهنقلبها كويس جدا مع بعض. ودي هتبقى الخليط السائل اللي معانا. بس بقى الكفر اللي هو هيخلي القرنبيط يطلع معانا مقرمش خالص. هناخد كوبايه من الدقيق وبرده نص كوبايه من النشا، وهناخد معلقه صغيره من البيكنج باودر. الملح مش هيبقى كتير، وهضيف نفس التوابل، وهاخد عليهم معلقتين من البقسماط اللي هو مطحون ناعم جدا جدا. وهتفرق معاكم جدا في الطعم، هتحسوا ان انتوا بتاكلوا فراخ كنتاكي مش قرنبيط كنتاكي. واقلبهم كويس وهركنهم على جنب. بقى انا احب اضيف شويه كزبره كده مفرومه ناعم، وعليهم فصين توم. اللي مش حابب الكزبره ممكن يضيف بقدونس او شبت، او لو مش عاوزين خضره خالص زي ما تحبوا. هبدا انزل بالميه بتاعتي بالتدريج لحد لما يبقى معايا قوام زي قوام الكريب بالظبط، مش تقيل زي الكيك ومش خفيف خالص زي الميه، زي قوام الكريب، علشان الخلطه بتاعتي تستوي بسرعه وما تعجنش معايا من جوه. لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك بقى لقناه شيف الواحه كده، واشتراك في القناه عشان نعمل لكم وصفات حلوة جدا واقتصادية وموفرة. هقلب زي ما قلت لكم لحد لما اوصل للقوام المناسب. انا بقى هجيب القرنبيط بتاعي واحطه في الخلطة السايلة واقلبه كويس قوي. المهم ان هو يتشرب الخلطة دي من جميع الجهات، ما يبقاش في جزء مش متشرب من الخلطة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين اقلبه بالشكل ده، وبعدين هحطه على طول في الخلطة الجافة. هحطه في الخلطة الجافة وهشغل النار على الزيت. لازم ينزل يا جماعة في زيت سخن. هنا وانا بقلب هعد 10 مرات عشان يديني كفر حلو كده زي فراخ الكنتاكي. زي ما قلت لكم هو بينزل في زيت سخن، بس بيستوي على درجة حرارة متوسطة. زيت سخن وغزير ونار متوسطة علشان يستوي معايا كويس جدا ويبقى لونه حلو ويستوي من جوه وكمان يبقى مقرمش. نبدأ بقى نقلبها زي ما قلت لكم بالشكل ده، ونعد 10 عدات، وبعدين نركنها على جنب لحد لما نخلص كل الوردات بتاعة القرنبيط اللي معايا. وبعدين هنزل بيها على طول عشان اقليها في الزيت. الطريقة سهلة جدا وهتديكوا نتيجة حلوة، مستوي من جوه ومقرمش من بره. بس لازم تتبعوا الخطوات زي ما انا قلتلكوا بالظبط عشان يطلع معاكم مظبوط. اللي هياكلوا بالطريقة دي مش هيفرقوا خالص خالص عن طعم القرنبيط اللي هو معمول بالبيض. هنا بقى انا اللون عندي مش اصفر، لان انا كنت حاطه بابريكا قد الكركم. زي ما قلتلكوا اللي عاوز لون اصفر يزود الكركم شويه. طبعا اول ما يطلع من الزيت هنقدمه، هنحطه على مناديل مطبخ عشان يتشرب الزيت، وبعدين نحطه على مصفى عشان يتصفى خالص. هو عامه في الطريقه دي مش بيشرب زيت كتير. وبألف هنا وشفا.